في حاجات ما ينفعش تورثها، خصوصا لو بتعد الوقت لحد ما تموت. آدم ورث ساعة جدته. أول ما بدأت تشتغل بدأت الناس تموت. آدم عمره ما كان بيحب بيت جدته. البيت كان ريحته مكمكمة والحيطان كلها صدى والباب بيزيق كل ما حد يفتحه كأنه بيصرخ. بس بعد ما ماتت ما كانش عنده اختيار، هو الوريث الوحيد، ورث كل حاجة حتى الساعة القديمة اللي كانت واقفة في الركن من أيام ما اتولد واللي عمرها ما اشتغلت. الغريب إن أول مرة تشتغل كانت يوم الجنازة، وهو بيجمع حاجات الجدة سمع دقة واحدة، بص على الساعة لقاها اتحركت ووقفت عند 11 و37 دقيقة. بص على ساعته لقاها 4 العصر، قال أكيد الساعة خربانة. بس في نص الليل بدأت تدق لوحدها 12 دقة بالتمام، وبعد آخر دقة العقرب وقف عند كلمة صغيرة محفورة تحت الإزاز: ليلى، اسم حبيبته. تاني يوم الصبح جاله تليفون إن ليلى اتقتلت في حادثة الساعة 12 بالظبط. الصدفة كانت بشعة بس عادي ممكن تتصدق. لحد الليلة اللي بعدها الساعة بدأت تدق تاني 11 دقة بس، ولما بص كويس لقى اسم جديد بيتنحت جوه الإزاز: سامر، صاحبه في الشغل. تاني يوم عرف إن سامر مات بسكتة قلبية. وقتها فهم الساعة دي مش بتقول الوقت، دي بتعد الوقت اللي فاضل للناس تموت فيه. كل ليلة دقات أقل وكل مرة اسم جديد. وفي ليلة من الليالي صحي على دقة واحدة بس، قرب منها ايده بتترعش، وشه عرقان، مسح الإزاز ولقى الاسم الأخير بيتكون قدامه: آدم. الساعة دقت آخر دقة وبعدها كل حاجة سكتت، مفضلش صوت غير دقات قلبه اللي بطلت بعد ثانية. لو القصة دي شدتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك الجزء التاني من القصة أول ما تنزل.